السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في قناة بيت سارة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا امبارح طبعا ضحكنا عليهم واكلناهم اكل بايت، وعملنا لهم كده جنبهم صينية بطاطس صغيرة كده وضحكنا عليهم، واليوم عدى الحمد لله. النهارده بقى مش هينفع، فالنهارده هعمل البشاميل وهوريكم ازاي بعمله بكتر الكمية، وبعمل جنبه ايه كمان. انا اول حاجة بعملها بغسل الخضار كله اللي انا محتاجاه له في الاكل. يعني مثلا لو هعمل سلطة، بغسل خضار السلطة، محتاجة خضار للأكل نفسه بغسله بالمرة وبقطعه عشان ابقى خلصت من موضوع التقطيع ده. تمام. فانا كنت محتاجة الطماطم عشان السلطة، ومحتاجة طماطم كمان عشان البشاميل. انا ساعات بعملها بصلصة، وساعات تانية بعملها بطماطم متقطعة، لان انا جوزي مش بيحبها بالصلصة، فهو ساعات بياكلها بالصلصة عشان احنا يعني بناكلها بالصلصة بس. هو في الغالب يعني لا بيحبها بيضة من غير صلصة. فالمهم ان انا قطعت الطماطم بتاعه السلطة، وكمان قطعت الطماطم بتاعه المكرونة، وقطعت الخيار برضو بتاع السلطة. احنا بنحب السلطة ساقعة، فانا بحاول ان انا اخلصها في الاول علشان احطها في التلاجة تسقع شوية. تمام. فقطعت الخيار كمان، وهقطع الجزر. الخيار مشكلته في قشره، القشر بتاع الخيار بيعمل قولون. علشان كده انا بقى، وفي نفس الوقت برضو القشر مفيد. طب هنعمل ايه؟ فانا مش بقشره كله ولا بسيب القشر كله، بخلي ايه زي ما انتوا شفتوا كده مضلع بالقشر. وكمان بحب احط لو عندي جزر وانا متاكده ان الجزر ده مسكر، بحب احط في السلطه بتاعتي، بحب احط لها جزر. تمام. ساعات بحط لها فلفل الوان، بس النهارده مش هعمل كده، مش هحط لها فلفل الوان. الفلفل الالوان ده عشان المكرونه. المهم وانا بقطع الخضار كده بقى، كنت عايزه اكلمكم في موضوع. طبعا احنا الحمد لله فضل ونعمه من ربنا، الاولاد دول نعمه. وبجد ولد بنت اي حاجه ربنا بيجيبها بجد، في غيرك يعني يتمنى يشوف ضوفر عيل. بجد الاطفال دول نعمه. ففي حاجه شغلاني كده بشوفها، وبصراحه بتضايق منها جدا على الجروبس بتاعت المامز، لان طبعا انا داخله فيها، داخله في جروبس بتاعت الحوامل كتير وكده، علشان بتابع وبقرا وبشوف وكده يعني. ففي حاجه مثلا في سونار، ده مستحدث احنا مكناش بنعمله زمان. يعني انا ما عملتوش في بدايتي الكبار. اللي هو السونار بتاع الفور دي. تمام. فاحنا بنروح عشان نطمن على اعضاء البيبي ان هو تمام، بيكبر كويس، الدنيا كويسه، الحمد لله هو بخير. الاقيهم بقى مصورين صور للبيبي وهو لسه يعني هو بيتعمل السونار ده، بيتعمل في الثالث او في الخامس او في اخر السابع بداية الثامن، على حسب الدكتورة عايزاه امتى يعني. فالمهم انه بلاقيهم مثلا مصورينه مثلا، وباعتين الصورة وقايلين هو انا كده ابني هيطلع مناخيره كبيرة، هو انا كده بنتي هتطلع مش عارف بقها كبير، هو انا كده مش. انتوا بتعملوا ايه يا جماعة؟ اولا دي ده خلق ربنا سبحانه وتعالى، احنا ما ينفعش احنا نتكلم فيه. يعني لما حضرتك يعني بتتنمري دلوقتي على ابنك او بنتك، طب انت مستنيه ايه بقى من المجتمع بعد كده يعني؟ ده اولا. ثانيا هو بيجيب صورة مكبرة جدا علشان عايز يشوف الاعضاء الداخلية، وعايز يشوف البيبي اتكون ازاي. فبصراحة باحس إن هو إيه، يعني إحنا الجروبس دي علشان مثلًا لو حد عنده مشكلة، حد عنده حاجة، لكن اللي هو ما هو مناخيره كبيرة، مش عارف هو بُقّها كبير، أصل حماتي بتقول إنها شبهِك، أصل أنتم بتعملوا ده البيبي أساسًا لمّا بيتولد ما بنعرفش هو شبه مين. فاللي هو لأ، يعني نتقي الله كده ونحمده على عطيته، و وإن شاء الله بإذن الله ربنا كده يقوّم كل واحدة بالسلامة يا رب، وتفرح بمولودها إن شاء الله بإذن الله. المهم نرجع لصينية البشاميل. انا باخد زي ما قلت لكم، انا بحب البشاميل يبقى فيه خضار. ليه؟ لان هو مكرونه فتمام، ده نشويات، واللحمه ده بروتين. طب فين بقى مصدر الفيتامينز؟ الفيتامينات بتاعتنا هناخدها منين؟ لازم يبقى فيه خضار. فانا بحب البشاميل يكون فيه خضار كتير، وبحب دايما برضو اعمل جنبيه طبق سلطه.
ف آه هنحط له فلفل الوان. كل لما الالوان في طبقك تزيد، كل لما طبقك يبقى صحي اكتر، ويبقى تعرفي ان انت هتاخدي منه فايده اكتر. تمام، ده في العموم بقى، وبالاخص يعني للحوامل. حاولي دايما لما تاخدي الطبق بتاعك تتاكدي ان فيه كل العناصر الغذائيه اللي انت محتاجاها او اللي جسمك محتاجها. يعني ما يبقاش فيه نشويات كتير، ما يبقاش فيه، عشان ما تزيديش في فتره الحمل الزياده اللي هي اوفر تيجي بعد كده عشان تنزلي تتعبي. تمام. فبشرت جزر زي ما قلت لكم، خدت حبه من بشر الجزر للسلطه، والحبه التانيين هحطهم في المكرونه. وحطيت فلفل اصفر وفلفل احمر وفلفل اخضر، وحطيت فلفل حراق حبه حبه. يعني انت لو انت حابه تحطي تمام، مش حابه بلاش، بس هو بيدي طعم كده ايه حرش، مش اللي هو بيبقى حراق اللي هو اوفر، يعني مش حراق قوي. وطبعا احنا كنا شايلين البصل متقطع الحمد لله. ده بقى بيسهل علينا خطوات كتير. موضوع ان انا بحاول اشيل الحاجه اللي تنفع تتشال متقطعه، اشيلها متقطعه، ده بيوفر معانا. إيه، ما تحاولوش بس تشيلوا الفلفل الالوان والفلفل الاخضر والحاجات دي تتشال، لان هي هتفقد قيمتها الغذائيه ما هتتحط في الفريزر. انا مش عايزه ده. تمام. المهم، وادي الطماطمايه اللي قلت لكم انا هحطها بس مش هعصرها، يعني انا مش هحط صلصه طماطم ولا هحط طماطم معصوره، انا بس بحط طماطمايه مع الخضار ده عشان تعزز القيمة الغذائية، مش علشان تديله لون احمر. تمام. والخضار ده بقى بغض النظر ان هو مفيد وهيخلي الطبق بتاعك مفيد وكل حاجة، الا انه كمان هيزيد القيمة الغذائية، وكمان هيزود كمية اللحمة اللي احنا شايلينها. هتلاقي ما شاء الله الحشو معاكي كتير، وكل حتة مكرونة بتاكليها بقى طعمها فيها الخضار باللحمة المفرومة بالحاجات دي. ولو اولادكم ما بيحبوش الخضار وكده فهيحبوها في الاكل، يعني انتوا حطوهم في الاكل. خلاص. طيب المهم انا كده بجهز خلاص، بشطب على طبق السلطة. قطعت له برضو، كنت جايبه كابوتشي معاكم لو تفتكروا من السوق، قطعته نص واحده يعني. وملح وكمون، مبحبش احط للسلطه فلفل اسمر. ملح وكمون وشطه وليمون وخل، وبس كده. في حاجه جربتها قبل كده مع السلطه وكانت حلوه جدا، بس انا للاسف ما كانتش عندي. الشبت. جربوا تحطوا 3 اعواد شبت كده ولا 4 اعواد شبت في طبق السلطه، هينقل بجد طبق السلطه في حته تانية، هتحبوه جدا. تمام. المهم هنشيل بقى طبق السلطه. انا عارفه ان انا مش هشيله وقت طويل، يعني لو انت حاسه ان طبق السلطه هتشيليه وقت طويل في التلاجة ما تملحوش دلوقتي، عشان الخضار ما يتبلش ويفقد برضو ايه قيمته الغذائيه. دي بقى كفته الفراخ، انا ما حطيتهاش كلها لان لقيتها ما شاء الله كلها هتبقى كتير، فانا خدت 8 قطع، اخدت 9 قطع يعني عشان القطه. فاخدت 9 قطع وسويتهم، والباقي شيلته في الفريزر ليوم تاني برضو اطلعه على عشاء، اطلع جنب حاجه. بس. وادي البشاميل بتاعي. على فكره عايزه اقول لكم على حاجه، انا قبل ما ابدا في اي حاجه كنت حاطه الميه بتاعه المكرونه عشان اسلق المكرونه. يعني حاولي ترتبي خطواتك عشان ما تقفيش كتير في المطبخ. البشاميل انا بجهزها عشان تبقى محطوطه على النار جنب اللحمه، يبقوا الاتنين بيستووا مع بعض، واحنا ايه ما نقفش قدام النار كتير. يعني برضو خلي بالك وقفتك قدام النار كتير مش احسن حاجه في خلال فتره الحمل. تمام. وانا كمان برضو بشوي بتنجانة علشان هعمل بابا غنوج، عشان ازود برضو الحديد في الاكلة بتاعتي. بس كده. المهم هنعمل بقى خلطة اللحمة. البشاميل اللي انا عملته بويلز، انتوا عارفين بحب خلطة ويلز جدا، بس انا قلت لكم قبل كده ان البشاميل اللحمة بحب اللي هي بالكريمة، ما بحبش اللي هي بالجبنة. لما بعمل صينية بشاميل بالفراخ ممكن احط بالجبنة. تمام. وبحط لها بس حبة ملح وحبة فلفل اسمر حسب حاجتك، وبحطها على النار. اللحمه بقى بعصجها عادي جدا، ساعات بحط اللحمه قبل البصل وساعات بحط البصل ايه قبل اللحمه، على حسب بشوف كميه اللحمه قد ايه. لو كميه اللحمه كبيره فمعنى كده ان الدهون هتبقى كتير، فبحط اللحمه الاول. كان أنا عندي كميه اللحمه مش كبيره قوي. تمام. المهم حطيت البصل وشوحته يا دوب، بس اللي هو ايه، هو دبل بس، يعني مش اللي هو حتى بقى لونه بني، لا هو دبل بس. حطيت بقى عليه اللحمه بتاعتي، هديهم تقليبه بسيطه كده. انا هنا كنت بقلب اهو البتنجان، شايفين انا واقفه مشغله كذا عين وبعمل كذا حاجه
علشان ما اقفش على البوتاجاز كتير، لان الوقفه عند البوتاجاز كتير زي ما قلت لكم ايه مش افضل حاجه ليكي. تمام. هقلب اللحمه شويه بقى وابدا ان انا اضيف الخضار بتاعي علشان يدبل كده ويستوي. بحط كله مره واحده، يعني كل الخضار بيتحط مره واحده. خلاص. وببدا بقى احط التوابل بتاعتي. بحط لها حبه ملح، بحط لها حبه فلفل اسمر، ساعات احط رشه قرفه وساعات لا، يعني على حسب انا المود بتاعنا جاي بايه دلوقتي. بحط لها توم باودر لو عندي، بصل باودر لو عندي، ما عنديش عادي ملح وفلفل اسمر هيبقوا تمام جدا. وتركية بقى حلوة جدا، لو هتعملي اللحمة من غير طماطم، جربي التركية دي بجد هتفرق جدا. حط لها حبة مية، يعني حط لها بق مية وغطيها وسيبيها شوية. ده بيعمل ايه؟ بيخلي الخلطة بتاعتك جوسي جدا، ولما تيجي تحطيها على المكرونة هتلاقي المكرونة مليانة كده بعصارة وجوسي وجميلة، وهتبقى تحفة. يعني جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. شايفين ما شاء الله الالوان في اللحمة عاملة ازاي؟ كل الالوان دي كل ما الوانك تكتر في الطبق كل ما تعرفي ان الطبق ده مفيد. هنا بقى لازم ايه اخد الفيتامينز بتاعتي. الحديد بناخده قبل الاكل بساعة، قبل الغدا يعني بعد الفطار بساعتين وقبل الغدا بساعة، او بناخده على الريق لو انتي ما عندكيش مشاكل ومش هيتعبلك معدتك، او بتاخديه بعد الغدا بساعتين. تمام. فانا افضل طريقه ليا ان انا باخده قبل الغدا بساعه، وفي نص الغدا باخد اوميجا 3، عشان اوميجا 3 محتاج دهون شويه، واكتر وجبه فيها دهون هي الغدا يعني. المهم اخدت بقى المكرونه اللي انا كنت سلقاها، ما بسلقهاش سلقه كامله، بسلقها يعني بسيب فيها ايه عضه كده، وحطيت لها معلقتين بشاميل من اللي احنا عاملينه، وملح وفلفل اسمر وبس. هو للاسف بقى البشاميل اللي بيحب الفلفل الاسمر كتير، يعني اي حاجه فيها بشاميل لازم فلفل. هم بصوا الصراحه يعني ال الاصل بتاعها فلفل ابيض طبعا عشان ما يغيرش لون البشاميل، بس احنا يعني مش مشكله عندنا فلفل اسمر مش هيقول لا يعني وبيبقى لونها حلو برده وجميل. فهي دي بس ايه مشكلتها كده، لانه الناس عندهم مشاكل قولون ولا حاجه ممكن يقللوا بقى الفلفل الاسمر. تمام. بدهن بقى الصينيه بتاعتي من تحت بشاميل، وبعدين بحط رق، ساعات انا ومزاجي يعني، ساعات احط رق مكرونه وبعد كده الحشو وبعد كده رق تاني، وساعات تانية بقلبهم على بعض واحطهم على بعض. فالنهارده كنت عايزه اعملها بشاميل تقليديه يعني جدا، فحطيت المكرونه الاول رق مكرونه، وحطيت رق من اللحمه، ورق تاني من المكرونه. تمام. باقي البشاميل بقى هحط له بيضه عشان ازود القيمه الغذائيه، انا عايزه ازود البروتين. فبيضه مش هتفرق معايا كتير، انا كده كده مزوده فلفل اسمر، مش عايزين تحطوها استغنوا عنها خالص. في ناس كمان بيحطوا بيضتين. تمام. هناخد بقى البشاميل ونحطه على الصينيه. هنا انا اكتشفت انه الصينيه او كميه المكرونه اكتر من الصينيه شويه، عادي جدا ما هزناش في حاجه، هتطلع حلوه وجميله ومش هتعمل حاجه في الفرن ما تقلقوش. دي شكلها اهي. ممكن نحط عليها بقى رشه موتزاريلا بس انا ما كانش عندي، ممكن نحط عليها جبنه تركي لو حد بيحب الطعم الحادق شويه، انا بحب الطعم الحادق صراحه. وحطيتها في الفرن هي والفراخ اللي هو كفته الفراخ. هعمل بقى بابا غنوج. بابا غنوج قشرناه، بديله ضربه كده بالشوكه. بصوا مع كل حاجه بحطها بديله ضربه بالشوكه عشان يبقى مهروس وحلو. فانا اول حاجه هرسته شويه بالشوكه، وبعد كده حطيت له معلقتين من الطحينه، وحطيت له ملح فلفل اسمر. ما بحبش احط له توم صحيح علشان برضو القولون زي ما قلت لكم معدتنا ما تتعبش. بحط له توم باودر والله بيطلع تحفه جدا، وما شاء الله ما بيقعدش يعني بيخلص ما شاء الله. وحطيت له رشه صغننه خالص خالص من الكزبره وشطه، لو انتي حابه مش حابه مش مشكله، بس رشه شطه صغيره هتفرق في الطعم. وممكن تقطعي كمان معاه فلفل بس انا ما حبيتش بقى خلاص قلت كفايه الشطه. وبنهرسوه كويس كده. احط له ليمون، احط له خل، مش بحط له ميه خارجيه خالص، هي ميه البتنجان مع الليمون مع الخل بس. وبعدين بقى بقوم جايه بعد الطبق اللي انتي عملتيه فيه انقليه في طبق تاني، لان انتي كده كده بتقلبي في الطبق فهو شكله مش هيكون الطف حاجه، والاولاد بتاكل بعينيها.
يعني هو الناس عموما بتاكل بعينيها، يعني بتاكل بالشكل اكتر. بس عشان الاولاد كمان ياكلوه ويحبوه، اعملي لهم شكل حلو كده هيحبوه جدا. بننقله بقى في طبق تاني وبنعمل عليه اي شكل كده عشوائي بالشوكة كده. وكمان بحب ارش عليه في الاخر يا اما زيت زيتون لو عندي زيت زيتون، يا اما زيت حار، على حسب المتوفر عندك. يا اما زيت عادي، يعني لو ما عندكيش ولا زيتون ولا حار حطي زيت عادي، رشه صغيره كده كده مش هتفرق. خلاص. بس ورشيت عليه رشه، المره دي انا رشيت عليه زيت حار، رشيت عليه رشه زيت حار. وكده الاكل بتاعي الحمد لله خلص. ده شكل المكرونه، بنحب ناكلها اول ما تطلع من الفرن. يعني احنا بنحبها جوسي جدا، وما بنحبش الخرطه طالعه بخرطتها. انت بقى ايه وعارفه اسرتك بتحبي ايه. والف هنا على قلبكم، جربوا المكرونه بالطريقه دي هتعجبكم جدا. وكل حته مكرونه هتلاقوا فيها كده جوسز وحاجات حلوه. مش بقى لايك والشير والسبسكرايب. مع السلامه، باي باي.